السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي المادة العلوم المتكاملة. إن شاء الله النهاردة امبارح حلينا الأربع نماذج بتوع الوزارة. النهاردة إن شاء الله جايين بأهم الأسئلة من الأربع نماذج، هنحلهم مع بعض ونفهم طريقة حلهم إزاي، لأن دي الأسئلة المتوقعة زي السؤال بتاع امبارح اللي هو السؤال اللي أنا قلت لكم أكيد جاي لكم في المنهج. جايب لكم أهم الأسئلة من الأربع نماذج بتوع الوزارة وهنحلهم مع بعض ونفهم الطريقة. تعالوا نبدأ مع بعض من غير تطويل في المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول عند تغيير درجة حرارة الجسم من 50 فارغي ل 280 كيلو جول فإن الطاقة الداخلية للجسم إيه اللي بيحصل لها؟ تعالوا مع بعض واحدة واحدة. والله يا رجالة إحنا من أول الترم وإحنا متفقين إن لو عندي وحدتين غير بعض لازم نوحدهم الأول ونشوف إيه اللي هيحصل. تعالوا نوحد دول ونشوف إيه اللي هيحصل. عايزين نوحد الوحدات وال 280. عارفين طبعا الكلفن كلنا اللي احنا بنطرح من 273 ونشوف ايه اللي هيطلع. الناتج هنا عندي هيبقى 7 درجة. 7 درجة اللي هي السيليزيوس. ال 50 بنعمل لها ايه؟ بنطرح ال 50 من ال 32 بتاعتنا ونضرب فيه ال 5 على 9 ونشوف الناتج اللي هيحصل. الناتج هيبقى 10 سيليزيوس. ايه اللي حصل عندي؟ يعني كده اول حاجه عملتها وحدت الوحدات بتاعتي. من 10 سيليزيوس قال لي درجه حراره الجسم اتغيرت من 50 اللي هي دي اللي هي كانت 10 بعد كده بقت ايه؟ 280 كلفن، يعني قلت عندي 7. فاصبح ايه اللي حصل لي لدرجه الحراره عندي؟ درجه الحراره عندي قلت، ولما درجه الحراره تقل فان الطاقه الداخليه للجسم ايه؟ زي ما احنا متعودين ان درجه الحراره قلت يبقى الطاقه الداخليه للجسم اللي هيحصل لها هي كمان هتقل، يبقى الاجابه بتاعتي رقم 2. يبقى رجاله اول حاجه السؤال ده من موقع الوزاره، السؤال سهل، اهم حاجه بس ايه؟ اللي احنا نبقى فاهمين بنعمل ايه. لو لقيت وحدات متغيره كل اللي انا بعمله بوحد الوحدات الاول وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. السؤال رقم 2 يا رجاله، شكل يمثل الشكل المقابل ده يمثل 3 مناطق في مياه المحيط. اي من هذه المناطق تعد اكثر ملائمه لوجود الطحالب ذاتية التغذية. ذاتية التغذية دي احنا عارفين ان هي ذاتية التغذية يعني بتصنع غذاء لنفسها. طبعا احنا عارفين ان الطحالب ذاتية التغذية بتبقى محتاجة ايه عشان تعمل الغذاء بتاعها؟ بتبقى محتاجة الضوء. طبيعي يا رجالة مش هخليها في المنطقة المظلمة، يبقى دي مش معايا. اكيد هخليها في الطبقة المتوسطة ولا المضاءة احسن عشان تعمل عملية البناء الضوئي؟ اكيد هتبقى المضاءة عشان تاخد ضوء الشمس وتبدا تعمل ايه؟ ذاتيه التغذيه. فان الشكل يبقى الثلاث مناطق دول ايه الافضل ليها في المنطقه المضاءه. سؤال رقم 2، 4 عينات ميه كتله كل منهم 1 كيلو جرام. عينتين منهم ميه مالحه ليهم نفس التركيز وعينتين منهم ميه عذبه ليهم نفس التركيز. ايه الاكبر كثافه؟ طيب تعالوا نشوف الاختيارات مع بعض، وزي ما احنا متفقين لازم نعمل عمليه الاستبعاد بتاعتها. ميه مالحه وميه عذبه، اول ما اشوفهم ايه الاكتر، ايه كثافته بتبقى اكتر وايه كثافته بتبقى اقل؟ الكثافه اللي اقل فيها بتبقى الميه المالحه والكثافه الاكبر بتبقى الميه العذبه. فهو عايز ايه؟ بيقول لي ايه اللي فيهم اكبر كثافه، يبقى انا اول حاجه يا رجاله هعمل ايه؟ هستبعد الاكبر كثافه، هستبعد الميه المالحه. اصبح عندي ايه؟ عندي اجابتين، حتى لو انا عارف الاجابه لازم اول حاجه استبعد عشان هيقلل عندي نسبه الخطا بالنسبه لي. يبقى انا كده منحصر بين اجابتين، يا اما الميه العذبه عند 4 درجه، يا اما الميه العذبه عند 4 درجه، يا اما الميه العذبه عند 8 درجه. احنا عارفين ان الكثافه بتبقى اكبر عند درجه الحراره ايه؟ اللي مذاكر هو اللي قالها صح، يبقى عند الميه العذبه عند 4 درجه، يبقى الاجابه بتاعتي رقم ج. سؤال رقم 4، عند إضافة محلول بيكربونات صوديوم إلى كلوريد أمونيوم. يبقى احنا ضفنا بيكربونات صوديوم إلى كلوريد أمونيوم. بيكربونات صوديوم دي إيه؟ دي قاعدية. وبيقول لي هنا إيه اللي هيحصل للأس الهيدروجيني؟ يبقى احنا ضفنا قاعدي إلى كلوريد أمونيوم ده حمضي. يبقى احنا إيه اللي هيحصل لنا لما أضيف قاعدي على حمضي؟ احنا متفقين يا رجالة إن الأس الهيدروجيني بتاعنا أو البي اتش بتاعنا بيبقى بالمنظر ده. 7 بيبقى متعادل، 14 بيبقى قواعدي، ومن 0 ل 7 بيبقى حمضي. يبقى أنا واقف هنا في الحمضي، كلوريد أمونيوم، عندي كلوريد أمونيوم هنا.
اذا لما اضيف عليه قاعدي يبقى ايه اللي هيحصل؟ اصبح ان الاس الهيدروجيني هيزيد عشان يوصل للمتعادل او القاعدي. ضفت قاعده على حمض يبقى الاس الهيدروجيني هيبقى ايه؟ هيبقى من صفر. لو هو كان عند صفر هيبقى مثلا 4 او 6 او هكذا، او لغايه ما يبقى ممكن 7 او يوصل قاعدي على حسب كميه البيكربونات الصوديوم المحطوطه. فيبقى لنا ايه اللي هيحصل عندي في الاس الهيدروجيني؟ يبقى الاس الهيدروجيني عندي هيزيد. دول كده 4 اسئله، 4 اسئله كويسين فيهم فكره، سواء توحيد الوحدات عندي، او سواء فهم عمليه الطحالب اللي هي ذاتيه التغذيه، او سواء عمليه الاستبعاد اللي احنا عملناها وعرفنا ايه الاكبر كثافه سواء الميه العذبه او الميه المالحه، وعرفنا ان اكبر كثافه بتبقى عند تركيز 4، ووصلنا عند سؤال 4 وعرفنا الاس الهيدروجيني الخط بتاعي، ولما اضيف قاعده على حمض ايه اللي بيحصل، ولو ضفت حمض يا رجاله طيب ايه اللي هيحصل؟ الاس بتاعي هينزل تحت. لو مثلا هو كان عند 4 وضفت حمض يبقى انا بحمضه اكتر، يعني بينزل لغايه صفر. ولو ضفت طبعا قاعدي هيحصل زي ما احنا متفقين وقلنا. يبقى دول 4 اسئله مهمين، 4 اسئله كويسين جدا، يا رب تكونوا استفدتوا بيها. يلا نكمل بقيه الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين على سؤالين من اهم الاسئله اللي موجودين في المنهج. السؤالين دول من على موقع الوزاره، سؤالين اتوقع بنسبه كبيره جدا، نسبه 70-80% ان شاء الله تدخل تلاقيهم في الامتحان باذن الله. السؤال الاول بيقول لي اي الاشكال تمثل الكتله بين الهيدروجين والاكسجين خلاص في جزيء الميه. جزيء الميه اللي هو ال H2O. عايزين نعرف ايه اللي بيمثل الفرق ما بينهم، بين الاشكال دي ككتله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نكتب هو عايز ايه؟ هو عايز جزيء الميه. نكتب جزيء الميه ال H2O. عايزين نعرف ايه الفرق ما بينهم، بين الكتله الموليه هكذا. الهيدروجين احنا عارفين ان الكتله الموليه بتاعته 1، والاكسجين الكتله بتاعته كام؟ 16. فواحد في 2 ب2 إلى 16 اصبح ده انا ممكن اكتبها 1 إلى 8. خلاص؟ يبقى 1 ل 8 لايه؟ للاكسجين. فاصبح عندي كده النسبه بتاعتي من 1 ل 8. 1 ده ذره الهيدروجين وال8 ذره الاكسجين. تعالوا نشوف الاشكال مع بعض ونشوف. السؤال الاول كده احنا اول حاجه بالنمط اللي احنا ماشيين عليه اللي احنا لازم نستبعد. اول حاجه لازم نستبعد بحيث نقلل ريسك الخطا. انا هنا بالنسبه لي الهيدروجين اعلى يبقى دي مش معايا، الهيدروجين اعلى دي مش معايا، اصبح عندي يا اما ب يا اما د. تعالوا نشوف مع بعض. والله مثلا هنا الاكسجين اعلى وهنا الاكسجين اعلى. طب ايه؟ هو كده بيختبرني؟ لا ما بيختبركش. تعالوا نشوف مع بعض واحده واحده. انت هنا 1 ل 8 النسبه بتاعتك. خلاص؟ يعني تم العدد اللي عندي. هنا لو احنا شفنا الهيدروجين هتلاقيه جاي لنص الاكسجين. فيعني طبيعي مش هيبقى من 1 ل 8، دي بقول مثلا من 4 ل 8 ولا حاجه، نصها بالظبط. هنا الفرق ما بينهم كبير، يبقى بالريسك على طول او بالدماغ على طول هنروح قايلين ان السؤال رقم ده هو الصح، لان الفرق ما بينهم كبير مش الفرق ما بينهم قليل. خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعت الرقم ده. السؤال ده سؤال مهم من على موقع الوزاره، سؤال بيبين لك قد ايه ان الاسئله سهله بس تشغل دماغك واحده واحده وتستبعد وتشوف ايه الصح وتشرح السؤال واحده واحده لان انت مذاكر من اول للتاني. خلاص؟ يبقى السؤال رقم 1 الاجابه بتاعته تبقى ده. السؤال رقم 2 بيقول لي الشكل التالي يوضح 3 كرات بينهم انتقال خاصيه اسموزيه. ايه الترتيب الصحيح من الاقل للاعلى؟ السؤال ده مهم. على قد ما هو ممكن يبقى سهل بس ممكن يلخبط، لان هو قال لك الترتيب هنا ايه؟ من الاقل للاعلى. خلاص كده؟ فاحنا نحط خط هنا عشان ما نتلخبطش ما بينهم. الخاصيه الاسموزيه احنا عارفين الخاصيه الاسموزيه هي الانتقال من التركيز العالي للتركيز القليل، من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. خلاص؟ نشوف الاسهم بتاعته. انا شايف ان 1 مطلعه سهم على 2، يبقى 1 تركيزها اعلى من 2. الاثنين مطلعه سهم على 3، يبقى الاثنين تركيزها اعلى من 3. والثلاثه دي واخده من السهم من 1 واخده سهم من 2، يبقى 3 دي هي ايه؟ هي اقل تركيز. خلاص كده؟ 1 دي ايه؟ مطلعه سهمين مش واخده من حد اسهم. خلاص؟ يبقى 1 ايه؟ 1 هي اعلى تركيز والاثنين ما بينهم. يبقى الترتيب بتاعي ايه؟ الترتيب بتاعي هيبقى 1 2 3. غلط، لان احنا اتفقنا ان نبص اول حاجه على الترتيب اللي هو طالبه مني من الاقل للاعلى. ايه الاقل عندي؟
اللي هو التلاتة، ثم الأعلى يبقى 2 ثم 1، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج. 3 2 1 كده الإجابة بتاعتي رقم ج. نركز على قد ما السؤال سهل، على قد ما السؤال ممكن تتلخبط فيه وتكتب 1 2 3 وطلع من الامتحان الأصفر أنا قفلت وأنت لابس. رايحين مكملين مع بعض سؤال رقم 3. سؤالين من أهم أسئلة الوزارة وهنشوفهم مع بعض. أي من الميالي تؤدي زيادة نسبته لخفض قيمة الأس الهيدروجيني؟ نفس السؤال لسه حالينه، خفض قيمة الأس الهيدروجيني، يبقى أنا كده بعمل إيه؟ بخفض القيمة، يبقى أنا بحمض الأس الهيدروجيني، يعني بينزل من السبعة إلى تحت. ال CaCO3، طب CaCO3 ده قاعدة كربونات الكالسيوم قاعدة. ال H2O دي متعادلة للمية بتاعتي، متعادلة خلاص. ال NaCl كلوريد الصوديوم ده قاعدي. طب رقم 4 H2SO4 حمض الكبريتيك، يبقى انا هضيف حمض، مش هضيف لا قاعده ولا هضيف متعادل ولا هضيف قاعده، يبقى انا بخفض قيمه الاس الهيدروجيني، يبقى انا بعمل ايه؟ بضيف، بخفض قيمه الاس بضيف خلاص. سؤال رقم 4 بيقول لي ما النتيجه المحتمله لارتفاع درجه حراره بيئه مائيه على الكائنات الحيه؟ بص يا رجاله السؤال ده بسؤالين. ما النتيجه المحتمله لارتفاع درجه الحراره؟ يبقى في البيئه المائيه ارتفاع درجه الحراره بيؤدي الى عدم ذوبانية غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. خلاص؟ عدم ذوبانية الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون ده بيؤدي إلى إيه؟ أكسجين يبقى مفيش تنفس، خلاص؟ يبقى صعوبة تنفس ولا زيادة البناء الضوئي؟ طب إزاي؟ زيادة بناء ضوئي، أنا بتكلم في بيئة مائية، زيادة معدل نشاطها أكيد لأ. يبقى يا رجالة لما باجي برفع درجة الحرارة إيه اللي بيحصل لي؟ بيحصل لي عدم الذوبانية بيؤدي إلى صعوبة التنفس. سؤال مهم. يبقى احنا كده عندنا 4 أسئلة تانيين مهمين جدا في المنهج بتاعنا.